المغرب متورط بفساد الفيفا، هذا ما تقوله بعض المجلات العالمية وبعض النقاط والكثير من الجماهير العربية. لماذا المنتخب المغربي منذ عام 2022 وحتى مشاركته بكأس العالم للشباب التي أقيمت في تشيلي لم يتعرض قط لأي ظلم تحكيمي، بل كل الظروف صبت من أجل المنتخب المغربي؟ النقاد بدأوا يقولون بأن علاقات المغرب ببعض الكيانات وبعض الدول وهذه الأقاويل صبت من صالح المغرب، وهناك جهات تخدم المغرب وهناك لوبي كبير يجعل المنتخب المغربي في الواجهة حتى تصبح المغرب واجهة كبيرة. هل فعلا المغرب لديها حصانة ضد أي مؤامرات وأن الحكام يخدمون المغرب داخل أرضية الملعب؟ هذا ما سنشاهده غدا في مباراة فرنسا. هل سيتم الإطاحة بالمنتخب المغربي أم أن المنتخب المغربي بالفعل لديه حصانة؟ ولماذا بالذات مصر تم إقصاؤها بهذا الشكل الذي يعتبر فضيحة وعار على الرياضة وعلى كرة القدم عبر التاريخ؟ ولماذا الجزائر دائما ما تعاني وتسقط في كل المناسبات؟ هل فعلا المغرب أصبح لديها يد طويلة في الاتحاد الدولي لدرجة أنها تقوم بسحب بطولة أفريقيا من المنتخب السنغالي وتأخذه إلى الدار البيضاء؟